ايه هو الزيت؟ زيت التزييت هو سائل لزج، وظيفته الأساسية إنه يعمل طبقة حماية بين سطحين فيهم حركة نسبية. الطبقة دي بتقلل الاحتكاك وبتخلي الحركة ناعمة وسلسة. الزيوت دي بتتجهز مخصوص عشان تقلل التآكل اللي بيحصل بسبب تلامس معدن مع معدن. وفكرة شغل الزيت كلها معتمدة على تكوين فيلم أو سطح سائل يفصل بين الأسطح. عشان نختار زيت التزييت الصح لازم نفهم إن في أكتر من نظام للتزييت، وكل نظام ليه ظروفه. في 3 أنظمة رئيسية للتزييت. أولهم التزييت الحدي، وده بيحصل لما يكون في تلامس مباشر بين السطحين مع وجود طبقة زيت رفيعة جدا بينهم. النظام ده شائع في الأجزاء اللي شغالة تحت أحمال عالية وسرعات بطيئة، وبيحتاج زيوت فيها إضافات قوية تقدر تحمي السطح عن طريق ارتباطها بالمعدن. أمثلة على ده تلامس أسنان التروس أو تلامس الكامة مع التابع في المحركات. النظام التاني هو التزييت المختلط، وده بيبقى فيه فصل جزئي بين الأسطح. أحيانا نتوءات الأسطح تلمس بعض وأحيانا بتفصل عن بعض. في الحالة دي الزيوت اللي فيها إضافات تحمل ضغط عالي وإضافات مقاومة للتآكل بتساعد في حماية السطح. النوع ده بيظهر لما سرعة الانزلاق تزيد، زي التلامس بين شنابر البستم وجدران الأسطوانة في المحركات. النظام الثالث هو التزييت الهيدروديناميك، وده بيحصل لما طبقة الزيت تفصل الأسطح بشكل كامل عن بعض. النظام ده شائع في الأعمدة والبيرنج، وبيحتاج زيوت لزوجتها أعلى عشان تكون طبقة زيت سميكة تقدر تشيل الحمل. نخش بعد كده على أنواع زيوت التزييت من حيث نوع الزيت الأساسي. أول نوع هو الزيوت المعدنية، ودي بتستخرج من البترول الخام وبتدي خواص لزوجة كويسة وتكلفة أقل، وعشان كده استخدامها واسع في زيوت المحركات وزيوت التروس والزيوت الهيدروليك. النوع التاني هو الزيوت الصناعية، ودي بيتم إنتاجها إما بتعديل كيميائي لجزيئات البترول أو بتصنيع مركبات عضوية صناعيا. الزيوت دي بتتميز بثبات أفضل مع تغير درجات الحرارة، ومقاومة أعلى للحرارة والأكسدة وتكون الرواسب. النوع التالت هو الزيوت شبه الصناعية، ودي خليط من زيوت معدنية وزيوت صناعية، وبتدي أداء أحسن من الزيت المعدني الكامل، خصوصا عن درجات الحرارة المنخفضة. النوع الرابع هو الزيوت الحيوية، ودي بتتصنع من دهون طبيعية وبتكون قابلة للتجدد والتحلل الحيوي بشكل كامل. الزيوت دي عندها قدرة تزييت أعلى مقارنة بالزيوت المعدنية، ولزوجتها وخواص التزييت فيها قريبة من الزيوت المعدنية. خلينا نخش بقى على موضوع الإضافات في زيوت التزييت. الإضافات دي هي مواد كيميائية خاصة بتضاف للزيت عشان تدي خواص إضافية أو تحسن خواص موجودة. الإضافات دي ممكن تزود قدرة الزيت على تحمل الضغط، أو تقلل التآكل، أو تحسن النظافة، أو تحمي من الصدأ والتآكل، أو تساعد الزيت يحافظ على لزوجته مع تغير درجات الحرارة، أو تقلل الأكسدة. يعني الزيت لوحده مش كفاية، والإضافات هي اللي بتخلي الزيت مناسب للتطبيق اللي شغال فيه. من أهم الإضافات اللي بتستخدم في زيوت التزييت إضافات مقاومة التآكل وإضافات تحمل الضغط العالي. الإضافات دي بتبقى مركبات فيها كبريت أو فوسفور أو نيتروجين، وبتشتغل عن طريق تكوين طبقة حماية على سطح المعدن تمنع تلامس معدن مع معدن. إضافات الضغط العالي بتدي حماية أكبر عند الأحمال العالية، ومن أشهر أمثلة إضافات مقاومة التآكل مادة ال ZDDB. نوع تاني مهم من الإضافات هو مثبطات الأكسدة. الإضافات دي وظيفتها إنها تعادل الأحماض اللي بتتكون نتيجة تدهور الزيت، وبتمنع تكوين الرواسب والصدأ، وده بيساعد على زيادة عمر الزيت. وأشهر التركيبات المستخدمة فيها بتكون الفينولات والأمينات ومركباتها هيدروكربونية فيها فوسفور وكبريت. نخش بعد كده على المنظفات والمشتتات. الإضافات دي بتساعد على إذابة الرواسب والسخام اللي بيتكون جوه الزيت. دورها الأساسي إنها تطول عمر الزيت وتحافظ على لزوجته جوه النظام. في كمان إضافات مقاومة للتآكل والصدأ، ودي بتشتغل عن طريق تكوين طبقة حماية على سطح المعدن تحميه من التفاعلات الكيميائية اللي ممكن تسبب تآكل. ومن الإضافات المهمة جدا كمان معدلات اللزوجة، ودي بوليمرات بتدوب في الزيت وتتحكم في ازاي لزوجة الزيت بتتغير مع تغير درجات الحرارة. دورها انها تحافظ على لزوجة كافية عند الحرارة عالية عشان الحماية،
وفي نفس الوقت تخلي الزيت أقل لزوجة عند الحرارة المنخفضة عشان يقلل السحب والمقاومة. وفي إضافات تانية اسمها مخفضات نقطة السيلان. الإضافات دي بتقلل درجة الحرارة اللي الزيت يقدر يفضل فيها سايل، وبتساعد على تحسين تدفق الزيت في درجات الحرارة المنخفضة. نخش بقى على وظائف الزيت نفسها. الزيوت بتقلل الاحتكاك والتآكل، وبتحمي من الصدأ والتآكل الكيميائي، وبتساعد على التبريد عن طريق تشتيت الحرارة، وبتنظف النظام عن طريق إزالة الملوثات، وكمان بتعادل الأحماض الناتجة عن الاحتراق في المحركات. نخش بعد كده على أهم استخدام الزيوت. الزيوت بتستخدم بشكل كبير في السيارات، إذا كانت في المحرك أو التروس أو نقل الحركة الأوتوماتيك، وبتستخدم عشان تشتت الحرارة وبتحافظ على نظافة المكونات. والزيوت الهيدروليك بتحتاج قدرة عالية على مقاومة التآكل وقدرة كويسة على التعامل مع المية والهواء، وغالبا بتستخدم زيوت معدنية فيها إضافات مقاومة للصدأ والأكسدة أو مقاومة للتآكل، وممكن يضاف ليها معدلات لزوجة عشان توسع مدى التشغيل. زيوت التروس الصناعية بتحتاج مقاومة عالية للضغط وحماية من التآكل، وعشان كده بنستخدم زيوت معدنية فيها إضافات كبريت وفوسفور وإضافات ضغط عالي. زيوت التوربينات بتزيت البيرنج وبتشتغل كزيت هيدروليك في نفس الوقت، وبتحتاج مقاومة عالية للأكسدة لأن التوربين بيشتغل بحرارة عالية وبشكل مستمر. زيوت الكمبرسورات غالبا بتكون زيوت فيها مقاومة جيدة للصدى والأكسدة، وأحيانا حماية أعلى من التآكل. ونوع الزيت بيختلف حسب نوع الكمبرسور وظروف التشغيل. وفي الآخر من المهم جدا إن حالة الزيت تتفحص بشكل دوري عن طريق اختبارات وتحاليل. قياس اللزوجة والخواص الفيزيائية بيدينا إنذار عن الأكسدة أو نقص الإضافات. تحليل الرقم القاعدي أو الرقم الحمضي بيدينا فكرة عن حالة الزيت والإضافات. انخفاض الرقم القاعدي معناه استهلاك الإضافات، وزيادة الرقم الحمضي معناه زيادة الأحماض. التحليل العنصري بيساعدنا نعرف إذا كان في معادن تآكل طالعة من المكونات أو نقص في الإضافات. والتحليل الطيفي للزيت بيحدد البصمة الخاصة بالزيت وبيكشف وجود ملوثات